ازيكم يا جدعان عاملين بداية فيديو جديد كالعادة. نحب نقول لكم دوسوا زرار اللايك ودوسوا زرار الاشتراك وتفعلوا زرار الجرس عشان يصلك كل جديد. الناس بتسألني يا احمد يا دريني انت بقيت تنزل فيديوهات متواصلة كده ازاي؟ عشان بقيت في اجازة طبعا يعني. هتلاحظوا ان في بقى استمرارية بقى على تراينج وباندا والحتة دي يعني فيعني ازيكم يا جدعان عاملين بداية فيديو جديد. دوس لايك ودوس اشتراك او دوس فولو لو انت كنت في تراينج، او دوس اشتراك لو انت كنت في باندا او كنت بتسمعني من على اليوتيوب او اي حته. تمام، احنا جايين نتكلم في موضوع ازاي تكون الكبير او ازاي تكون البوس. طب انت هتقول لي يعني انت الكبير يا احمد دريني؟ اقول لك لا. طب ما انت جاي تقول انت تكون الكبير بناء على ايه؟ بناء على ان انا لسه هكون الكبير. المهم عشان تكون، بص ضوافري، بص بص جيت ريدي ويز مي، يعني حاجه يعني مظبطك تيك توك كمان يعني. بص مظبطك عشان تكون الكبير او عشان تكون البوس. لو انت من مدينتي ولا الحتت بتوع ايجيبت، عشان تكون البوس او تكون الكبير لازم اول حاجة تاخدها هي التضحية. طب انت ضحيت يا احمد ريني؟ الحقيقة لا، انا بسمعهم بيقولوا كده فانا بقول اللي انا بسمعه. تمام، تاني حاجة ما تسمعش لحد غير نفسك. هتقول لي يا عم الخبرة ولازم تكتسب خبرة. انا مركز على الضوافر لان انا مش عايز ابقى معفن. ما هو دي تالت حاجة ان انت ما تبقاش معفن، بس احنا نتكلم على التضحية الاول وبعدين نتكلم عن ان انت ما تسمعش لحد او ما تسمعش لحد. دي مش خطوة اصلا. فاول حاجة التضحية. تضحي بايه؟ يعني تضحي ان انت ما تكونش معفن وتقص ضوافرك وتخش تستحمى لو انت ما استحمتش، وتيجي تذاكر وتقص ضوافرك لو انت عندك دراسة. تمام يا حبيبي، وبعدين تكمل الفيديو. يعني بهزر معاك، كمل الفيديو انت يعني. انت غريب. فانا بحب، بص قبل ما نكمل، انا بحب فيديوهات كسر الجدار الرابع لان الناس، يعني الناس هرتني. نزل يا عم فيديو كسر في تراينج بالذات. كسر الجدار الرابع، كسر الجدار الرابع، كسر الجدار الرابع. اديني نزلت لكم فيديو كسر الجدار الرابع وايه وجيت ريدي ويز مي وتيك توك كمان يلا. فاول حاجه عشان تكون الكبير لازما تكون البوس. وانا فاتح الفيديو ده عشان انا عايز اتكلم في حاجه، وانا عايز اقول حاجه جوايا، او المشاعر المعقده اللي جوا كل بني ادم لازم تطلع، سواء كانت بقى في مقال او سواء كان في فيديو. وانا حبيت ان انا اطلعها في فيديو، مادام في ناس بتسمعني وفي ناس بتشور وفي ناس بتقول لي اعمل فيديوهات كسر جدار رابع كتير الفتره اللي فاتت. وعملت فيديو رياكت نزل على اليوتيوب ونزل على تراينج ونزل على باندا ونزل في كذا منصه غير تراينج وباندا. حاجه انا مظبطكم. وبقالي كتير ما عملتش رياكت ونزلت فيديو خش اتفرج عليه. يعني هو الفيديو جديد فانا منزل فيديو بقالي يوم ومنزل فيديو بعديه على طول، فانت قدر الموضوع. فالمهم التضحية عشان تكون الكبير لازم تضحي. عشان تكون البص لازم تضحي. طب اضحي بايه؟ ضحي بالحاجة اللي قدامك. يعني انت قدامك فلوس ضحي بيها عشان العظمة، او ان انت تكون انت المسيطر. لازما تضحي. يا سواء كان تضحي بقى بايه، بالجاه، بالسلطان، بالفلوس، بالبنات، بالشهوة الجنسية، بأي حاجة، بالأكل، بالشرب، ان انت تصوم عن حاجة هي سيراك او حاجة فعلا مأثرة على حياتك ان انت تضحي بيها. هتوصل اللي انت عايزه. فأول حاجة انت هتعملها التضحية. تضحي بقى بجاه، بسلطان، بأكل، بشرب، بنوم، بعشاء، بشهوة جنسية، بجواز، بفلوس. الفلوس اللي هتوصلك للمراتب ممكن تضحي بيها عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. تمام، ممكن تضحي بالغنى، ممكن تتقبل الفقر وبعد ما تتقبله تضحي بيه لما توصل اللي انت عايزه. وده مش بناء على الخبرة، او ممكن تضحي بالخبرة لان انا شايف ان الخبرة الحاجة اللي انت هتعملها وانت عندك 25 سنة او وانت عندك 20 سنة عمرك ما هتعرف تعملها وانت عندك 40 سنة. زي مخرج فيلم ثقافي محمد امين قال له، سأله محمد امين او اوقات فراغ مش فاكر، انت مش عارف تعمل فيلم ثقافي جزء تاني ليه؟ قال لك عشان الجيل ده صعب. بس الحكاية مش كده، الحكاية اللي هو عامله وهو عنده حاجة و20 سنة معرفش يعمله وهو عنده حاجة و40 سنة. هو اظن ان هو عنده حاجة و40 سنة. فالمهم حتى بتاع اوقات فراغ كانوا بيقول لك احنا محضرين الاوقات فراغ جزء تاني، فالجيل بقى صعب وما بقاش زي الجيل بتاع زمان. الحكايه لا، الحكايه ان انت فكره ان انت في العشرينات بتخوض التجربه، والتجربه احسن مليار مره من الخبره. يعني التجربه
احسن مليار مره من الخبره. ودي مش جايه ناتج عن خبره، لان انا بقول لك التجربه انت بتجرب تعمل حاجه. لو كنت في مجتمع صغير بتجرب المجتمع الصغير، لو انت دخلت مجتمع كبير بتجرب برضه في المجتمع الكبير. جرب وجرب الاختلاف، والاختلاف حلو، والاختلاف سيد المعرفة. يعني الاختلاف عموما سيد المعرفة، هي كتلة من سادة المعرفة. احنا عرفنا التضحية بقى، تضحي بالحاجة اللي قدامك. ممكن واحد يضحي بعيلته، ممكن واحد مش يضحي ان هو يقتل عيلته، يضحي بعيلته، او يضحي بالوقت الفاضي، او يضحي باي حاجة قدامه، اي شهوة قدامه يضحي بيها، اي اثر ايجابي او سلبي يضحي بيه عشان حاجة. وانت لازم حاجة تعيش حاجة. الشر انت ممكن تضحي بالشر عشان الخير، وممكن تضحي بالخير عشان الشر، ممكن تضحي بقص الضوافر عشان تبقى معفن، ممكن تضحي بالعفان عشان تقص ضوافرك. بربطك الحاجات ببعض، مش عايز الدنيا تبقى مملة بالنسبة لك. فعرفنا نضحي بايه؟ ضحي بالحاجة اللي تثيرك، الحاجة اللي تحرك غريزتك. تاني حاجة، عبر عن اللي بيسمعك او عبر عن اللي بيتفرج عليك. يعني ايه؟ يعني هنجيب عادل امام. دخلت اتفرجت على فيديوهات كده، دخلت اتفرجت والله على فيديوهات او ريلز او شورتس كده، ناس بيسالوا الناس، يعني كانوا داخلين العرض الخاص بتاع فيلم زهايمر، او الناس عامه او الممثلين بيسالوهم، او المغنيين او اي حد ناجح يسالوه ايه سر نجاح عادل امام. يقول لك عادل امام عادل امام ليه يعني مش عارف عادل امام يعني بيمثل تمثيل خاص بيه، او ان هو مجرد كاريزما، او ان هو مجرد هيبه، او ان هو بيختار اعماله، او كل الكلام ده كلام فاضي. لان اختصار من رحلة مشوار عادل إمام إن هو عبر عن اللي بيتفرج عليه باختصار. لازما تعبر عن اللي بيسمعك أو اللي بيتفرج عليك. سألوا عادل إمام، يعني الناس بتقول كلام على عادل إمام غريب جدا. قال لك عادل إمام مش عارف إيه، عادل إمام بيمثل كفاية ظهور عادل إمام، كاريزما عادل إمام. في مليارات أو ملايين الناس عندهم كاريزما أكتر من عادل إمام. استنى بقى وممكن تضحي بالخصوصية، ممكن انت تضحي بالخصوصية والكسوف وتتشجع. انت مش بايع على حاجة، انت عايز توصل للحاجة اللي انت عايزها. تاني حاجة احنا اتكلمنا عليها ان انت لازم تعبر عن ايه؟ تعبر عن اللي بيتفرج عليك او بيسمعك. عادل امام كل اللي عمله، فكك بقى من هاري كاريزما ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه، عبر عن اللي بيتفرج عليه، حطك في موقف انت هتخوضه. يعني مثلا انا لو جبت راجل، وحكيتها قبل كده في مقابلة مع ناس، يخش يتفرج على المقابلة، انا معرفش يعني، موجودة على يوتيوب، موجودة على كذا حتة، بيسألوا يعني بيقول لك يعني انا قلت في المقابلة ان انا جبت دلوقتي راجل ومراته وعياله، والراجل طالع عين امه على المعاش، وجايب الولاية مراته العجلة التخينة اللي شبه الجاموسة الحلوب، وجايب عياله وداخلين يتفرجوا على فيلم. تمام، وداخلين هما يقضوا تسلية. تخيل انت داخل انت ومراتك وعيالك واللي مزهقينك ومطلع عين امك، وداخل تتفرج على فيلم في شاشة سينما، ودافع فيه الفيلم 200 جنيه عشان 200 جنيه الفرد، عشان تخش تتفرج على عالم ما بيعبرش عنك، او تخش تتفرج على حاجة ملهاش علاقة بيك، تخش تتفرج على كومباوندات وفلل وقصور وعربيات، وكل ده طبعا ناتج عن الرقابة. والرقابة مين اللي حاكمها؟ مش عايزين نتكلم. تمام، المهم يعني مفيش حرية اصلا في الرقابة. المهم يعني دي حاجة متخصش الممثلين. بس هتقولي دلوقتي انا جبت مراتي وعيالي ودخلنا نتفرج على فيلم اغنياء، ماشي، ودخلنا نتفرج على عادل امام، وعادل امام بيعرض لك نفس مشاكلك اللي هو الفقر. انا فهمت الفكره بتاعتك من غير ما تتكلم، هفهمك او لو ما فهمتش ممكن افهمك الفكره اقرب. هو يعني جاب في الفقر بتاعك، هو اتجوز واحده زي فيلم الارهاب والكباب والمنسي. الارهاب والكباب لما كان متجوز واحده برضه تخينه مكركبه تديله يا احمد وعنده عياله. انت فاهم الفكره؟ ثوره، هو عملك في حاله ان انت بطل، عملك بطل. ممكن اقرب لك المثال اكتر. انت دلوقتي داخل فيلم ليا مثلا لاحمد الدريني او عادل امام او اي حد، ودلوقتي انت دخلت الفيلم بتاع احمد الدريني او عادل امام، تمام، وانت ناوي بعد ما تخش الفيلم، انت ما بتشربش سجاير،
تمام. انت دلوقتي افترضنا ان انت عايز تشرب سجاير، وانت دخلت الفيلم وانت ما بتشربش سجاير، وقررت ان انت بعد الفيلم ما يخلص تشرب سجاير، ودخلت الفيلم وشفت ان الفيلم بيتكلم عن واحد ما كانش بيشرب سجاير وقرر ان هو يجرب يشرب سجاير. تمام. وانت بتتفرج على الفيلم لقيته ان هو فعلا خاض التجربة اللي انت هتخوضها. واحد زيه زيك ما بيشربش سجاير، وبعدين قرر فجأة بعد ان هو يشرب سجاير، وانت قررت ان انت بعد ما تخلص الفيلم وتشوف لما يجي يشرب سجاير انت هتشرب سجاير واللي هيحصل. فوراك لما يجي يشرب سجاير ايه اللي هيحصل، والاثار السلبيه. طبعا انت عارف الاثار السلبيه للسجاير، فبالتالي هو وراك التجربه الكامله اللي هتخوضها، وراك الهزيمه اللي انت هتهزمها بسبب شربك للسجاير. بس هو عمل حاجه هنا في الاخر، هو حول الهزيمه لنصر. بس انت العكس، انت هتحول الهزيمه لهزيمه اكتر. انت لما تيجي تشرب سجاير هتتنيك مهزوم وهتكمل في هزيمتك لغايه ما تموت، لان تبطيل السجاير صعب. انما واحد جينا هنا في الفيلم عمل العكس بقى، هو شرب سجاير زيك وخد تجربة الهزيمة، بس في الآخر بدل ما يحول الهزيمة حولها لنصر. عادل إمام كل اللي بيعمله إن هو بيعبر عنك ويحولك أنت البطل، بينصرك في الآخر، بينصر الشعب وبينصر المواطن اللي بيتفرج عليه، بينصر الراجل اللي هو عارف الفئة اللي داخلة تتفرج عليه، فئة الشعب المصري، فئة الناس المنداسة، سواء كانت بقى طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة. حلو قوي. ماشي. ويعني ده الناتج المحلي، فاهم يعني هو عارف ان الفئه واحد، هو عارف الفئات اللي داخله تتفرج على فيلمه. راجل متجوز واحده تخينه وعنده عيال كتير، راجل على المعاش، راجل شباب كلهم طالع عينهم من تسين، تعمل لك فيلم زي المنسي العربي كده. كده كله كده لا يعني. مصور عايز نور. مفيش خصوصيه في البيت ده خالص. المهم يعني لازم تضحي. خلاص هتضحي، لازم تعبر عن بيتفرج عليك ولا بيسمع عنك. طب ما نور الشريف ومحمود عبد العزيز والناس دي كان بتعمل نفس اللي بتعمله عادل امام؟ لا، عادل إمام في فترة السبعينات والستينات كان بيعمل أفلام زي البحث عن فضيحة، الأفلام اللي ملهاش علاقة بيك برضه. فترة السادات بلاش نتكلم في موضوع سياسي شوية، السياسة ممكن نعمل عليها فيديو خاص. بس المهم إن عادل إمام فترة السبعينات والستينات ما كانش بيعبر عنك. جت فترة الثمانينات والتسعينات بقى البطل اللي بيعبر عنك وبينصرك. محمود عبد العزيز، نور الشريف كان بيعملوا هكذا، بس ما كانش بينصرك، كان بيخليك مهزوم، كان بيعبر عن حالتك بالكامل، بيعبر عن الواقع بس ما بينصركش. ما بيتجوزش يسرا وعارف ان انت كمشاهد حيحان نفسك تتجوز يسرا. يعني واحد عنده 20 سنة انت طول تتجوز يسرا في ساعتها فهو اتجوز يسرا بسبوسي. الشباب عايز فلوس، طب انا هعمل فلوس، خليني الشباب كان ساعتها برنامج دهب. انا كسبت فلوس وهوريهم لما كسبت فلوس اتهزمت وبعدين انتصرت في الاخر. كده بيعبر، بيسأل هو الشباب السنة دي الشباب عايز ايه بيعمله. ولما بيجي يعمل حاجة ما بيعملهاش توعوي، انت فاهم؟ يعني مش هعمل لك فيلم زي بتاع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، فيلم زي، انا بصراحه ما عجبنيش يعني، فيلم تجاري بحت يعني. مش هجيب لك فيلم، بلاش يا حبايبي تتفرجوا على الانترنت كتير عشان، او تقعدوا على الموبايل كتير عشان نظركم الافلام دي. ده بوست على الفيس مش فيلم، ده بوست على الفيس مش فيلم، ما يتعملوش فيلم. تمام. ففكره ان انت بقى خلاص خلصنا قص ضوافر، تمام، وانا بقى ايه فاضي ومعانا فيديو كسر جدار رابع، يعني حبيت ان انا اعمل حاجه وانا بسليكوا، يعني اعمل منظر، يعني اعمل شو. هو اصلا 5 خطوات اللي تخليك الكبير او البص. احنا حكينا عن الخطوه الاولانيه وهنكمل الخطوه الثانيه. المهم الخطوه الثانيه نهايتها يعني ان انت لازم تعبر عنك وتنصر اللي بيعبر عنك. يعني انت بتعبر عن واحد لازم تنصره في الاخر، لازم تنصر اللي بتعبر عنه. نور الشريف ومحمود عبد العزيز ممثلين، استاذ نور الشريف واستاذ محمود عبد العزيز كانوا او اي حد كان كبير وكان ليه شعبيه جماهيريه، اعرف ان هو كان بيعبر عن اللي بيتفرج عليه باسقاطات سياسيه، بفقر، بجهل، بمرض، عن البيئه اللي الناس عايشه فيها. تمام. وكان بالعكس ينصر. طب يوسف شاهين كان بيعمل كده وبينصر برضه البطل في اسكندريه دي. يوسف شاهين او نور الشريف ومحمود عبد العزيز ما كانوش بيعبروا عن المواطن الحالي، كانوا بيعبروا عن تكوين المواطن، تاريخ المواطن، ايه اللي خلى المواطن كده. انما عادل امام هو بيحكي عن المواطن في وقته الحالي، ولما كان بيجي يحكي كان بيجي يحكي عن حاجة مستدامة،
فاهم؟ يعني حاجة ليها مستقبل قدام. يعني حكاية الفلوس، ما كل زمن ليه الفلوس. القضية الفلسطينية لما عمل ناجي عطا الله، فرقة ناجي عطا الله، إسرائيل وفلسطين، عارف إن هي قضية مستدامة، فهو برضو بيختار الحاجة المستدامة وفي نفس الوقت ليها علاقة بالشعب والمواطن، حاجة من التراث بتاعت الشعوب والمواطنة. وهو بيحكي عن المواطن في الوقت الحالي في فقره دلوقتي، ما بيحكيش عن تكوين المواطن فلسفة بقى، لأ. وعادل إمام كانت دماغه تجارية شوية من ناحية المكسب. وبيجيب المكسب ده منين؟ عن طريق إن هو ينزل الشارع يسأل إيه الترند اليومين دول، طب ما نيجي نعمله، لما نيجي نعمله بطريقة نعملها بطريقة فلسفية، عمق فلسفي، ما نجيش نعمل حاجة توعوية. وهنا الموضوع، يعني مثلا أنا في موضوع مهم أوي، حاجة اسمها، أنا عامة أي حاجة أنت عايزها تنجح لازما تتكلم عن حاجة وتغلفها بحاجة تانية خالص. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عايز أتكلم عن مخاطر الإنترنت ومشاكل الإنترنت، على يا عم وحيد حامد السيناريو أرض خصبة، أو أي حاجة عامة داخل بمشروع لمديرك، فأنت لازم تتكلم عن حاجة وتغلفها بحاجة تانية خالص. طب أتكلم عن إيه وأغلف بإيه؟ مثلا أنا دلوقتي عايز أتكلم عن الإنترنت زي ما أنا قلت، أتكلم عن العبودية وأشوف أنسب بيئة للعبودية أو الاستعباد الآدمي، اللي هي الإنترنت، مجال الإنترنت، التليفونات، أغلف العبودية بالتليفونات. ما اتكلمش على التليفونات والإنترنت وغلفها بالإنترنت، هيطلع موضوع توعوي زي أفلام زي محمد رمضان طول عمره كان بيحاول يقلد فيلم إبراهيم الأبيض وما عرفش. ليه؟ لأن إبراهيم الأبيض بيتكلم عن حالة من أنواع الحب اسمها حالة العشق، ودي ظهرت في أول فيلم، بس مش فاكر القصيدة الشهيرة اللي قالها أحمد مراد أو باسم الحسن. مش هنزل أجيب حاجة لأن أنا بصور، يعني ساعة لما أصور كل حاجة تتقلب. حاجة فظيعة بصراحة يعني. زي ما قلت، مفيش خصوصية في البيت، فاتعود بقى مفيش خصوصية في البيت، فكله بيتقطع في المونتاج يا باشا، كله بيتقطع في المونتاج، كله بيتقطع في المونتاج. المهم يعني، مع انه فيديو ده الرابع بس كله بيتقطع. يلا المهم يعني احنا بنتكلم ايه؟ تتكلم عن الموضوع وتغلفه موضوع تاني. يعني مثلا بتكلم عن العبودية هتغلفه بايه؟ ببيئة انترنت. محمد رمضان كان غبي بيتكلم عن بلطجة وتغلفها بالبلطجة. بس انا كنت نازل ولسه طالع باخد نفس ده. محمد رمضان كان بيتكلم عن البلطجة ويغلفها بايه؟ بالبلطجة. غير عباس ابو الحسن لما قرر يعمل فيلم ابراهيم الابيض واحمد مراد، اتكلموا عن نوع من انواع الحب اللي هو العشق وغلفوا بايه؟ بالبلطجة. انسب بيئة للعشق عاملة زي ايه؟ انسب بيئة للعشق عاملة زي اللي قاله استاذ وحيد حامد، قال لك السيناريو بيئة خصبة وبتبني عليها بقى. فكذلك انت بتتكلم عن العبودية او بتتكلم عن العشق، هتلاقي انسب بيئة للعشق. العشق اللي هو العشق، الحب الممنوع، ان انت صعب توصل، انت بتحب حبيبتك وصعب ان انت توصل لها. فانسب بيئة للحوار ده ايه؟ منطقة زي العشوائيات، فيها مشاعر عشوائية، فيها راجل كبير منعك ان انت توصل لحبيبتك، بيئة صعبة. فانسب بيئة الموضوع ده ايه؟ بيئة كلها صراعات، بيئة مليانة غموض بقى وصراعات وقتل ودم. فانسب بيئة للحب ده او حاجة بحجم العشق هي العشوائيات. فتعامل فيلم ابراهيم الابيض. بس المثقفين والفلاسفة ما كانوش ساعتها متنحررين كده. فالمهم يعني، فده انسب حاجة. كذلك الكورة ليه اكتر، او كرة القدم ليه اكتر لعبة مشهورة في العالم؟ لانها بتعبر عن اللي بيتفرج عليه، بتعبر عني فيه. هي بتعبر عنك بطريقة فلسفية شوية. بس فلسفة ما بتتاخدش كده. الفلسفة مش 1+1=2. الفلسفة ما بتتعلمش. الفلسفة ما بتتاخدش درس ولا بتتعلم. الفلسفة بتتحس، بتتشعر، بتتحس. الفلسفة بتتحس. زي مثلا انا قلت لك في كرة القدم ليه كرة القدم انت بتحبها؟ لانها بتعبر عنك. فكرة ملعب الكورة والكورة اللي شبه الدايرة والناس عمالة تجري وعمالة تشوط الكورة وتسجلها جول، دي عاملة شبه قصة عادل إمام، بتعبر عنك وبتنصرك في الآخر. معنى إيه؟ معنى إن أنت عامل شبه ملعب، والملعب ده فيه دوائر كتير زي الدايرة اللي أنت بتمشي فيها وبتجري فيها من هنا من هنا، من عيالك لشغلك لأكلك لشربك لنومك، وبتصحى عشان تدور على شغل تاكل عيش كده، هكذا نفس دايرة اليوم.
وبس هنا فكرة ان انت مهزوم في يومك، انما الكرة بتنصرك. مخلي الدايرة اللي انت ماشي فيها عبارة عن دايرة صغيرة انت اللي بتحركها، انت اللي تخلي نفسك تكسب، وانت برضو اللي تخلي نفسك تخسر عن طريق شوطك لكورتك. يوم لما تيجي تسجل هدف بتنجح وبتنتصر وبتفرح، لان انت هنا ما سجلتش هدف، انت هنا انجزت حاجة في حياتك. الكرة عامله شبه الدايره اللي انت بتجري فيها، وانت اللي متحكم فيها، وانت اللي بتشوط الكوره دي وبتشوط الدايره دي وتدخلها جون. فهي بتعبر عنك وبتنصرك في الاخر وبتنكسك في الاخر، بس لما بتهزمك بيجيب لك شعور الملعب او شعورك. كذلك عادل امام لما بيجي يمثل بيحط شعورك دلوقتي، فبتطلع تعابير وش طبيعيه لعادل امام لاي حد. عبر عن اللي بيتفرج عليك وما تخلوش يتهزم في الاخر، انصره، خلي فكرك تجاري شويه مش كله فلسفي. تالت حاجه يبقى كده 3 خطوات. احنا قلنا اول خطوتين تضحيه، تاني حاجه عبر عن اللي بيتفرج عليك، او عبر عن اللي بيسمعك، او عبر عن اللي بتكلمه، اي حاجه عبر وخلاص، بس عبر عن الكائن، كلب بقى، قطه، بني ادم، زباله، جماد، عبر عن اللي بيتفرج عليك. تالت حاجه هي تكتسب. احنا قلنا التضحيه عكسها تالت خطوة الاكتساب. اكتسب خبرة، تكتسب خبرة. اكتسب ايه؟ اكتسب فلوس وجاه وسلطان. تكتسب فلوس وجاه وسلطان. ما احنا قلنا في الاول انت تضحي بالحاجة دلوقتي، بس التضحية دي مش هتدوم كتير، لان التضحية فيها زعل، والزعل شعور متقلب، مش زي الفرح، شعور متقلب. فالحاجة المتقلبة هتيجي عليها في يوم وترجع لك تاني. ما انت بعد ما تحقق اللي انت انجزته وتحقق الانجاز اللي انت عايزه، هتقرر ان انت خلاص نشوف لك بقى انجاز كتير، فهتجدد الحاجه اللي انت كنت مضحي بيها في الاولاني. يعني انت هتكتسب حاجات من التضحيه اللي انت ضحيتها، والحاجات اللي انت اكتسبتها دي هتنضاف جديد في حياتك. في الحاجه اللي انت انضافت لك جديد في حياتك هتضطر ان انت تضحي بيها عشان توصل لانجاز جديد. فاول حاجه بعد ما تضحي وتوصل لانجاز وتعبر عن بتتفرج عليك، تكتسب. وبعد ما تكتسب هتضحي وتضحي وتكتسب، تكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب. رياضه ودايت، دايت ورياضه، رياضه ودايت، دايت ورياضه، مش رياضه عربيه الفيلم. تمام؟ فانت هتكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب، تكتسب وتضحي، العب يكسب، تضحي وتكتسب، تكتسب. اسف على العرق العام ده. ستة تضحي وتكتسب، تكتسب وتضحي، تكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب كده. فانت تكتسب، اكتسبت خبرة تضحي بالخبرة، تكتسب خبرة جديدة وتضحي بيها، وتكتسب خبرة جديدة، هكذا. وكلها في دايرة التضحية، كلها في دايرة التضحية، زي ملعب الكورة اللي بيعبر عنك. تكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب وتعبر عن اللي بيتفرج عليك، تكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب، تكتسب وتضحي، تضحي وتكتسب. المهم يعني تكتسب وتضحي، المهم ضحيت واكتسبت وعملت وكده، خلاص تكتسب. تكتسب بقى الحاجات اللي انت ضحيت بيها في الاول، او الحاجات اللي نضاف لك جديده تكتسبها عشان هتضحي بيها. انتوا بتشغلوني يا اولاد الوسط ولا ايه؟ هو كده الحوار عامل كده. تمام؟ انت دلوقتي اكتسبت جاه وسلطان وفلوس وقدره وعزيمه واراده وناس ومعارف، ووصلت لاعلى مناصب وغيرت في الكون والمجال. هتضحي بيه بقى يا ولاد هتضحي بيه بقى تاني. فانت اكتسب عشان تضحي، وضحي عشان تكتسب. فاحنا قلنا ايه تالت حاجه؟ ايه تكتسب؟ تكتسب ايه؟ تكتسب الحاجه اللي قدامك اللي تسيرك وتقصر شويتك عشان تضحي بيه. كما تدين تاني. المهم تضحيه، عبر عن اللي بيتفرج عليك او بيسمعك، على الاول الكائن اللي بيقعد تتكلم معاه او بيكلمك. تكتسب 3 حاجات، وبعد ما تكتسب تضحي. بس دي حاجه بقى ترجع النقطه الاولانيه تاني، كلها بتدور في دايره واحده، والدايره اكتر حاجه بتعبر عنك، فبرضه بتدور في دايره اكبر من الدايره الثانيه الصغيره. فرابع حاجه انت تكتسب وتضحي بايه وتعبر عن ايه؟ تعبر عن تتفرج عليك، وتكتسب وتضحي بالحاجه اللي قدامك او اللي بتسيرك او اللي بتحرك غرايزك او شهوتك. اول حاجه اللي هتوصلك تضحي بيها عشان توصلك حاجه تانية. رابع حاجه تسلم نفسك للقدر، تسلم نفسك لربنا، تسلم نفسك للحي القيوم، تسلم نفسك للذات الالهيه، تسلم نفسك للاسم الاعظم، تسلم نفسك للي خلقك.
انا بعمل عندي عاده كده، بس انا خد بالك ما بقتش الكبير ولا البص، لان لسه قدامي تجارب كتير هاخدها فيها تضحيه واكتساب. بس دي الخمس خطوات انا ما سمعتهاش عن حد، انا بقول لك اللي في قلبي ليك، وتقرر وانا هقرر اعمل الحوار ده، وانت لازم تعمله معايا عشان نخوض التجربه سوا. ولو انت اكتشفت ان الحاجه دي فاشله تقدر تقول لي انت فاشل، وانا مؤمن بالقرار اللي انت هتقرره، لان دي تجربتك انت وانت اللي هتاخدها. فرابع حاجه، سيب نفسك. اقل موقف هيحصل لك اعرف ان هو من عند ربنا. امك قالت لك يا محمد، يا محمد، اسمع بس يا محمد، نعم يا ماما، يا محمد، نعم يا ماما، انزل يا محمد، جيب الفاصوليا، جيب البفتيك عشان نحمر يا واد عشان الضيوف. لا يا ماما. يا واد يا محمد انزل عشان نجيب البتاع، يا واد يا محمد عشان الضيوف جايين يا ابن الكلب يا عار. لا يا ماما. يا ابن الكلب ما تاخدش من صوتك، ده انا اروح اقول لابوك يا ابن الكلب يا عار، يا ابن الوسك. لا يا ماما. اعرف ان لما امك بقى، حط كلمه تانية، احنا مشهد تمثيلي برضه عشان اقول لك ان انا عبقري تمثيل. امك قالت لك انزل جيب البفتيك، وافق، لان انت في مشوارتك من بيتك ان انت تروح تجيب بفتيك او تروح تجيب ملح او تروح تجيب شويه بيض او دقيق او سكر او كزبره او الكزبره او ملوخيه، ما تعرفش الفرق ما بينهم، بس اهم حاجه هتجيبه. اعرف ان في المشوار ده ممكن يجي القدر في ساعتها. بدل ما تقول لها لا يا ماما فكر في الموضوع شويه، طب ما انا ممكن في المشوار دي ممكن تقابلني الحاجه اللي انا عايزها، او ممكن يحصل لي حاجه تغير من حياتي، عربيه تخبطني مثلا ويكون في العربيه دي راجل كبير، ولا المسلسلات والافلام. فتوافق اي حد يقول لك حاجه فيها وتلاقيه بيلح عليك فيها، اعرف ان في الوقت ده في حاجه هتحصل. لو اقل حاجه، لو مروحك للحمام، خروجك من اوضتك وانت قاعد بمؤخرتك على سريرك ومكسل تخش الحمام والبول بتاعك هينفجر، اعرف ان البول بتاعك من كتر انفجاره ده او زياده البول بتاعك ولما مروحتك للحمام اعرف ان في حاجه هتحصل. او القدر ممكن يلعب معاك وتلعب معاك، الله والله لو لعبت يا صاحبي تلاقي الحاجه اللي انت نفسك فيها اتمنعت، اعرف ان ده مش من عندك، من عند الذات الالهيه. فادفع حاجه واكبر حاجه لا ملح عليك ملح عليك ملح عليك، اعرف ان انت لازم تنفذها عشان ده القدر، لو اقل حاجه برضه. تمام. فما تعاندش القدر. رابع حاجه، سيب نفسك للقدر والذات الالهيه، سيب نفسك للقدر وربنا. ولو عايز قدرك يبقى حلو ادعي له ان هو يغير القدر، لان الدعوه بتغير القدر. تمام. وعظمه وقول له يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله. عظمه بقى، العظيم الحليم. لا إله إلا الله هتعظمه تاني. رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. رب العرش الحليم. رب السماوات والأرض. رب العرش الحليم. عظمته تالت ورابع. هنا بقى القدر بتاعك بقى يستضيف. فرابع حاجة احنا اتعلمناها، سيب نفسك لأقل حاجة لأكبر حاجة. ممكن في يوم من الأيام يخبطك القدر وتحقق الحاجة اللي انت كان نفسك فيها من زمان. قلنا كده رابع حاجة. خامس حاجة قلنا ايه؟ تضحية، عبر عن اللي بيتفرج عليك أو بيسمعك. تالت حاجة الاكتساب. رابع حاجة سيب نفسك للقدر والذات اللي هي اللي هو ربنا الله سبحانه وتعالى أو أي دين انت بتؤمن بيه. خامس حاجة أو الإله اللي بتؤمن بيه بدينك يعني. خامس حاجة عشان أنا ما بكلمش فئة معينة، بكلم كل فئة. حتى لو أنت ملحد يعني ما بتصدقش زينا، آمن بقدرك، آمن باليوم اللي أنت ماشي فيه، ممكن حاجة تحصل لك. خامس حاجة، تمام، ودي أهم حاجة، إن أنت تبقى الكبير والبص. عشان تبقى الكبير، عشان الناس تفخمك وتعظمك وتبقى البص في مجالك، تبقى بابا المجال من الآخر، لازما الحاجة دي ممكن تفقد الأربع حاجات متعملهاش، بس الخامس حاجة دي لازما أنت تنفذها. أعظم التفاهة. إيه؟ عظم التفاهة، خلي من التفاهة قدر. الله يخرب بيت ابو ده فيديو مش ناوي يكمل الفيديو ده، انا عارف.
خلينا بقى نقرب شوية عشان الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي مهم. عظم من التفاهة. بلاش يا عم عشان ما ضايقكش. الصعب اللي كنا بنقص بيها اللي كنا بنعمل بيها جيت ريديوز مين. عظم التفاهة، لأن أنت ما تعرفش هل التفاهة دي فعلا هيكون ليها قيمة في يوم من الأيام. ما هو بص، أنا فاهمك على حاجة، المهرجانات كانت لازم تطلع. ما هو أنا أقول لك على حاجة، الحكم لو سوي البيئة هتكون سوية، ومش هيكون في عوامل تخلي البيئة دي مش سوية. فبالتالي الحكم الظالم هيخلي البيئة ظلمة وفاسدة، وبالتالي العوامل ما ينفعش تكون محترمة، لازم تكون فاسدة وظلمة، وكلها بتيجي من الأول. ما ينفعش أجيب لك كرسي وأقول الغلط على اللي قاعد على الكرسي، الغلط على اللي عامل الكرسي، الغلط على اللي نشأ الكرسي. ما تقولش الغلط مني أنا ولا الغلط من الكرسي، الغلط عمره ما كان على الكرسي، الغلط من اللي عمل الكرسي. فعظم من التفاهة. يمكن التفاهة دي هي تكون الناتج لتاريخ طويل قوي من الاستبداد أو العقول السوية. عظم من التفاهة دي لأنها ممكن ما تكونش تفاهة. المهرجانات مش تفاهة، المهرجانات ناتج عن بيئة أو تاريخ كامل. شوف بداية التاريخ، شوف بداية السد اللي اتحط فيه أول نقطة مية، شوف المية دي كانت عاملة ازاي. فبالتالي بص للنهاية، النهاية ناتجة عن البداية، زي الاكتساب ناتج عن التضحية، زي برضه البداية اللي من فعظم من التفاهة. يمكن دي تكون فعلا بتعبر عن تاريخك، بتعبر عن أول نقطة مية كونت البيئة اللي انت عايش فيها. عظم من التفاهة لأنها مش تفاهة، لأنها نتاج. نقول الخمس حاجات الناجحة. بعدين احنا في درس فرنساوي. ليه فرنساوي؟ عشان أنا بكره فرنساوي. أول حاجة تضحية. تاني حاجة مفيش خصوصية في البيت ده. أول حاجة التضحية. تاني حاجة عبر عن اللي بيسمعك أو بيتفرج عليك. تالت حاجة اكتسب. رابع حاجة نسيت حاجة نسيت والله. رابع حاجة كانت ايه؟ مش مهم بقى، يعني انا نسيت والله، مش مهم. يلا يعني احنا قلنا بقى الكلمتين اللي في قلبنا. يعني الحاجات دي انا والله ما قريت ولا يعني ما سيب نفسك للقدر. رابع حاجة سيب نفسك للقدر، سيب نفسك للإله اللي بتعبده، أو سيب نفسك للقدر، أو سيب نفسك ليومك يمكن تقابلك حاجة عظيمة. سيب نفسك. خامس حاجة هو إن أنت تعظم من التفاهة، تعظم من تفاهتك أنت بالذات، لأنها ممكن تكون نتاج عن سد كبير قوي مليان مية، وهي على السد ده يوم وينفجر، ويمكن ده يكون الانفجار. عرفت بقى الخمس حاجات؟ طولت عليك يا عم في الفيديو. الناس قعدت تلح عليا انزل فيديو كسر الجدار الرابع، انزل فيديو كسر الجدار الرابع، وانا اديني نزلت فيديو كسر الجدار الرابع. واتمنى الفيديو يكون عجبك، وان شاء الله الفيديوهات الجايه كتير قوي على كل المنصات. وهنزل برضه اقطع فيديوهات عشان فيديوهات على اليوتيوب، عشان عندي صلح ما بيني وما بين اليوتيوب دلوقتي، مش عايزين نقطع الصلح بقى. بس يا عزيزي استنى بقى الفيديوهات الجايه. بس دي تكون هذه الفيديو، يا رب يعجبك. سلام.